يا مساء الفل. معايا النهارده موبايل من غير عيوب تقريبا. لو حد سالني من شهرين ثلاثه ايه اكتر موبايل متكامل اقدر اجيبه بسعر 15000 جنيه، كان اجابتي حاجه واحده بس، ريلمي 10 برو بلس. ولكن اللي بيسالني دلوقتي ايه افضل موبايل اجيبه بسعر 15000 جنيه، الاجابه حاجه واحده بس، اخوه الكبير ريلمي 11 برو بلس. هو الموبايل فين؟ صباح التوهان. ده اكتر موبايل متكامل جربته الفتره اللي فاتت. ديزاين شيك، ماتيريال، الموبايل شكله شياكه، شاشه كيرفد، شاحن 100 واط معاك في العلبه، كل اكسسوارز معاك في العلبه، موبايل طياره حرفيا. فتعالى اقول لك بقى ليه الموبايل ده من غير عيوب. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لايكك، كومنتك، سبسكرايبك. تعالى بقى ندخل في تفاصيل الفيديو ده عشان في جيف اواي. ده تالت فيديو جيف اواي، فانا مظبطك مش هسيبك معاك لما تكسب. انا اخلص الحاجات اللي معايا ايهما اكتر. واحد يسالني بقى الجيف اواي على ايه النهارده؟ اوريمو فري بادز 4 معانا لما نوصل لموبايل. مش عارف ايه، شد حيلك انت بس معايا وادعمني وسيب بقى على الله وعليا. تابع الفيديو للنهايه عشان تعرف شروط المسابقه. ليه الموبايل ده متكامل؟ بص الموبايل عامل ازاي، بص الخامات والماتيريال، الظهر من الجلد، شكل الكاميرات، بص الخياطه اللي في الجلد عامله ازاي والشكل عامل ازاي، تحفه فنيه عمال اتفرج عليها. الموبايل فعلا شيك ومستخسر او مستحرم احط له كفر واغطي الجمال ده. الماتيريال بصراحه مصروف عليها والموبايل نظيف. الحواف هتلاقي من اللون الذهبي. الموبايل فخمه جدا بصراحه. وتقلب بقى الشاشه، شوف كيرفد من غير حواف. ويا سلام بقى لو تحط كده خلفيه رايقه زي دي تبين حلاوه الشاشه. بص الكيرفات، بص الشاشه كيرفد والكيرفد من هنا. الشاشه تحفه. مفيش حد شايف الموبايل ده معايا لما سالني الموبايل ده اسمه ايه او جايبه منين. وبصراحه بتبقى حاجه رايقه قوي لو انت بتبقى ماسك حاجه مختلفه او بتستعمل حاجه مختلفه. الشاشه دي لوحدها فيها كلام كتير. شاشه بحجم 6.7 انش، حجمها كبير بس انت مش حاسس بالحجم ده. كمان الكيرفات بتاع الموبايل محسسك الموبايل ارفع. الشاشه دي من نوع اموليد، بتدعم بليار لون، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، بريفريش ريت 120 هرتز، بسطوع 950 نتس. شاشه تحفه، خلصت فيها كل الكلام. كارقام، كجوده، كالوان، ككل حاجه. بصراحه شاشه مش طبيعيه. وانا بحب الشاشات الكيرف، تخلي الموبايل شكله شيك كده وابن ناس. طبعا بامب الكاميرات ده او بروز الكاميرات كبير شويه. ممكن لما تحط الموبايل على ظهره وانت مش بتستعمل كفر تحس ان الموبايل ممكن يرقص، بس بصراحه هو الموبايل ثابت يعني الى حد ما. يعني انت مثلا لو بتكتب بالكيبورد او بتكتب على حاجه الموبايل مش هتلاقيه بيجي يمين وشمال. ولو حاطط كفر طبعا الموضوع خلاص اعتبره انتهى. بالمناسبه جاي كفر شفاف مع الموبايل في العلبه لو حبيت تستخدمه. بحب انا كل حاجه تبقى جوه العلبه. ندخل بقى على ده وركز بقى قوي في الكلام اللي جاي. معالج دايمنستي 7050 بدقه تصنيع 6 نانومتر. نسخه معايا نص تيرا 512 جيجا و12 جيجا رام. وفي منه نسخه بتوصل ل 1 تيرا مع بطاريه 5000 ملي امبير والشاحن 100 واط، اللي هي نص ساعه يا باشا تكون البطاريه فول خلاص. اداء الموبايل طياره، كل حاجه صاروخ على الموبايل ده. الموبايل بيفتح ابلكيشنز بسرعه. اطلع من تطبيق روح لتطبيق تاني هتلاقيه بيفتح، وترانزيشن ناعمه كده. ال 120 هرتز شغاله بسلاسه جدا على الموبايل ده. المعالج مش مؤثر خالص معاك. دقه تصنيع قليله فمفيش حراره كتير. الموبايل ما حسيتش ان هو بيسخن وانا بلعب عليه. جربت مثلا عليه العاب زي ببجي، تقدر تلعب لغايه اتش دي ار مع الترا فريم ريت. اللعبه 60 فريم ثابت، بص ما بتقلش عنها. اللعبه الموبايل فعلا مأدي معاها يعني واكلها كده. كول اوف ديوتي نفس الكلام، 60 فريم ما بينزلش عنهم. انا عارف في ناس بتحب تلعب على 90 فريم، مع ان انا كبيتر بالنسبه لعيني انا ما بلاحظش الفرق ما بين 60. لو الموبايل فعلا ثابت على 60 ما بيقلش عنهم. العنايه مش هتلاحظ الفرق ما بين 60 فريم و90 فريم، واغلب الناس مش هتلاحظ اصلا. الموبايل بتاعك لو ثابت على 60 فريم فعلا مش هتلاحظ الفرق ما بين 60 و90. بالمناسبه كمان اللعب على 90 فريم بيخلي الموبايل بيسخن شويتين 3 4، واللي معاهم موبايلات ببجي بتشتغل على 90 فريم هيعرفوا الكلام ده. فحتى المعالجات اللي قادره تشغل ببجي على 90 فريم واكتر كمان بيخلوها تقريبا على 60 فريم علشان موضوع السخونيه ده. فالملخص الموبايل ده طلقه، اعمل اي حاجه عليه هيفرمها. نيجي بقى للكاميرات. انت شايف عندك الكاميرات ورا عامله ازاي؟ 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه 200 ميجا بكسل بفتح العدسه 1.7، وكمان بتدعم التثبيت البصري الاو اي اس، فتقدر تصور فيديوهات لغايه 4K مع 30 فريم والفيديو هتلاقيه ثابت معاك جدا. الموبايل بيطلع صور تحفه، الوان، شاربنس، هاي دايناميك رينج محترم جدا. لو انت بتصور صوره فيها اضاءه عاليه او مكان مثلا مظلم شويه هو بيعرف يظبطها. السوفت وير بيعرف يعالج الموضوع بشكل احترافي جدا. ممكن انت ما تبقاش محتاج تعدل على الصوره بعد ما تلقطها اصلا، هو بيطلعها لك جاهزه، استخدمها على طول. الكاميرا السيلفي
32 ميجا بكسل، بتطلع صور تحفه بص مش طبيعيه. بس تاكد انك تقفل خاصيه البيوتي مود، خلي لك الصوره شارب جدا، تقدر تشوف اي صوره من الصور سيف اللي انا متصورها، تعد كده الشعر اللي في دقني لو انا عملت اي زوم على اي صوره. الصور بتطلع فيها سكين تون حلوه جدا. كمان صور بورتريه بيعمل عزل دقيق جدا جدا جدا. بصراحه موبايل تحفه في التصوير. كمان عندك كاميرا وايد 8 ميجا بكسل تقدر تصور بيها صور بزاويه واسعه، وعندك كاميرا ماكرو لو حبيت تصور اللي هي الحاجات الدقيقه اللي من قريب 2 ميجا بكسل بس، يعني تمشي بيها حالك. خلص الكلام على كده؟ لا لسه ما خلصش الكلام، اتقل عليا. تعال اقول لك شروط المسابقه بسرعه. شروط المسابقه دي زي الفيديو اللي فات، لوجو القناه اللي هتلاقيه ظاهر قدامك دلوقتي هتلاقيه على مدار الفيديو عمال يظهر في جنب من جوانب الفيديو، مره هنا مره هنا مره هنا. فانا عايزك تتفرج على الفيديو كويس وتقول لي اللوجو ده ظهر كام مره وفي الدقيقه كام بالظبط، وتسيب لي اجابتك تحت الفيديو في الكومنتات. وكمان 15 يوم بالظبط او كمان اسبوعين بنسحب الفايز على انستجرام، بنعمل لايف هناك. تاكد انك تتابعنا على انستجرام، هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن. كمان في وصف الفيديو هتلاقي قناه التليجرام بينزل عليها عروض وكوبونات وخصومات حاجات كده يوميه، فتاكد انك تشترك في قناه التليجرام. لو انت بتحب تيشيرتات امريكان ايجل زي، هتلاقي كمان كود خصم 8% على توتال الاوردر بتاعك شغال في مصر او الخليج، استخدمه هيوجب معاك وزياده. طبعا لازم تبقى عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتسيب لي كومنتك، وحظ سعيد للجميع. نكمل بقى في بقيه مواصفات الموبايل. الموبايل فيه ستيريو سبيك، سماعه من فوق كمان سماعه من تحت. موبايل صوته تحفه. الكيف مخدة كله نام ومسة دماغ معاكسة كل حاجة فاكسة اجيب مرل والصحاب تلزق. تراك اوتشا الكيف مخدة جامد، ويا رب ما ناخدش كوبي رايت. بالنسبه للسنسورات اللي في الموبايل، الموبايل فيه بروكسيميتي سنسور، جايروسكوب سنسور، فيه كل السنسورات اللي ممكن تحتاجها. فيه كمان اهم خاصيه بالنسبه لي وهي الان اف سي، لازم تكون موجوده في اي موبايل فوق 10000 جنيه وكمان تحت 10000 جنيه، المفروض يدعموها في كل الموبايلات. صباح الفل على النايمين. عندك كمان بصمه موجوده تحت الشاشه، تعالى بقى نشوف السرعه بتاعتها عامله ازاي. شكرا. طب الموبايل والسكرين مقفوله، المس بس البصمه مالكش دعوه. البصمه طياره بصراحه. في شركه كده عايز اقول لها، شفتوا بصمات تحت الشاشه بتعمل ازاي؟ شفتوا سريعه وسلسه وبسيطه ازاي؟ عقبالك. بس كده يا صاحبي، الموبايل ده فعلا زي ما قلت لك بدون عيوب تقريبا. انا فعلا مش شايف عليه اي ملحوظه غير ان انت مثلا الشاشه كيرفد لو وقعت منك معرضه ليها ممكن تتكسر بشكل اسهل من الشاشه المسطحه، يعني دي ملحوظه ممكن تخليها في دماغك. ممكن تتعب شويه عشان تجيب له مثلا سكرينه ازاز او جيلاتين كويسه تحميه لما الموبايل يقع. يعني انا مش شايف اي ملحوظات تانية على الموبايل ده بصراحه. ريلمي كمان عامله مبادره لطيفه جدا، لو انت جبت الموبايل ده ضمان دولي بس مشتريه من المحل واخد عليه فاتوره ضريبيه، خلاص الموبايل ده بنعتبره كانه ضمان محلي، تقدر تستفيد بالضمان المحلي لمده سنه ضد عيوب الصناعه. فده كلام جامد جدا عشان اغلب الموبايلات الموجوده دلوقتي في السوق هي تقريبا ضمان دولي. دي حاجه كويسه جدا تطمنك وانت بتشتري اي موبايل ريلمي حتى لو كان ضمان دولي، بس اهم حاجه تاخد فاتوره ضريبيه. بس يا صديقي ده كان فيديو رايق قوي قوي قوي. ما تنساش لايكك، ما تنساش كومنتك بشروط المسابقه، سبسكرايب لو انت مش مشترك. يعني صدقني انا عقلي عمال يوزني ان انا اسيب الايفون شويه وارجع للاندرويد وحلاوه الاندرويد والديزاينات المختلفه الروشه بتاع الاندرويد. ولو انت معاك موبايل اثبت حضورك تحت في الكومنت. بس كده انا اكون خلصت، اشوفك على خير. الدنيا